تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان من تفكيك هيكل إجرامي لشبكة منظمة ذات امتداد دولي مختصة في تهريب المركبات وتزوير في ملفاتها القاعدية، مع استرجاع 5 مركبات من مختلف العلامات، حيث تم طمس مواصفاتها التقنية وتزوير وثائقها لغرض وضعها للسير بالتراب الوطني، حيث تعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات إلى قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بودرهيو مفادها وجود شبكة إجرامية دولية تقوم بسرقة وتهريب المركبات الأجنبية إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية عن طريق تزوير ملفاتها الإدارية بفرنسا، استغلالا للمعلومة وبعد التحريات المعمقة وعمل ميداني محكم بالتنسيق الدائم مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ودرهيو. تمكن الأفراد المحققون من تحديد مكان تواجد 3 مركبات مخبأة داخل منزل أحد أفراد الشبكة، حيث تم حجز المركبات ال3 وتوقيف صاحب المنزل واقتياده إلى مقر فرقة الأمن والتحري بودرهيو لمواصلة التحقيق. بعد توسيع نطاق البحث والتحري تم توقيف شخص آخر متورط في القضية وتم استرجاع مركبتين، كما تم تحديد هوية شخصين من جنسية أجنبية من أفراد الشبكة الدولية. كما أسفر التحقيق إلى أن الجريمة تنطلق من خلال سرقة المركبات على التراب الفرنسي بالتحايل على وكالات الكراء، وبعد تزوير وثائقها الإدارية بنفس البلد يتم إدخالها إلى التراب الوطني في إطار مركبات أقل من 3 سنوات، حيث يتم بيعها للمواطن بمبالغ مالية ضخمة على أساس أنها وثائق سليمة رغم أنها محل بحث دولي. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ودرهيو، ويبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكوى المسبقة BPGL MDN وان دي زاد في خدمة المواطن 24 ساعة على 24 ساعة.